السلام عليكم ورحمة الله. حاضر محضر عندنا ولو انتول حاضر محضر، لا تقولوا وين جيت، ما هن بغينا الليل يجلاه البصر وانتهق عليك علم في الدنيا وصيت. رحم الله قائلها الشاعر عبد الله بن عوض ميوبي. هذا الشاعر يعتبر شاعر قبائل بنير، وله زوامل كثيرة، وله زوامل في أرض الحميقان، وله زوامل في أرض العزان، وله زوامل في دبان، وله زوامل عند الوهاش وعند الهياش، وله زوامل عند الصدام، وله زوامل هو مكبا كما ستأتي معنا. المهم له زوامل كثيرة ومعروف، وهو صاحب وجليس ورفيق وشوير السلطان حسين بن أحمد بن رصاص. إلا أنه مرة من المرات حدث بينهم اختلاف، وراح الشاعر اليوبي والتجى بسلطان العوالق ابن الوزير. وصل عنده، أول ما وصل عنده ابن الوزير خاف من الخدعة والمكر، وقال للعسكر احبسوه وسكوا في رجوله قيود. حبسوه وجاء الوزير لعند السلطان، قالوا يا سلطان هذا جاء عندك ضيف وملتجي بك، وكيف تحبسه؟ قال لهم السلطان، قال لهم سلطان العوالق، قال هذا صاحب الرصاص وما جاء إلا وراء الشيء، ولكن جيبوه وأنا بختبره في الزوامل وبنفرزه إني شفتوه وإنه جاملني وتحدث على الرصاص فشوفوه عيب وناوي على عيب وعلى مكر، وإن حانق على الرصاص فشوفوه على وفاء وجالوا وفاء وبيبقى على وفاء. جابوا ابن الشاعر إلى زوامل، وبدأ ابن الوزير بالزامل هذا ويقول يميوبي الليلة بغيت تنشدك، هو حد في الدولة السوام ولا ضرع، ملقي قلم صعدي وملقي الصعدية والسلسلة تأكل من الساق العراء. رد عليه الشاعر اليوبي وقال حي الله الليلة بمن ذا زامله، ما جاه من قبله على الوادي سرع، وش قلت في شيعان وان قلت ملح، رح مرمات القامزي لا غدرع، وان قلت فم سلطان مولاه مسوره ماشي قبيلي يبيه الزه بالبراء. خلم جيوش العام ذي جت مسوره، مثل الغنم للذيب فيها ينترى، الانمار غارت والوحوش تكافزت وتناهمت من مسوره لما اسحرا. يوم الامام احمد بجيشه جهزه كيفي وخولاني والأعجم وصورة، وظلت بنادقنات كل من شقهم، فيما قتل من عثرها يتكسرا يا غار، الله ما طرحنا منهم ريتنا عينك مثل ما عيني ترى. شوفني قبيلي والقبائل تختلف، والله ونعمك في القبائل بنيرة مع السلطان ظلت واقفة لما رجع جيش الإمامة للوراء. تبسم السلطان العوالق وقال الشك ماشي شك فيما قلت لي، ما هلب الزامن اللي يحقق ما جرى، والآن حيابك وعدك مننا، والأرض لك والدار لك عند الدرى. رد عليه الشاعر اليوبي وقال وحياك يا سلطان وحيا موقفك، والله يديمك ما تدوم السمرة، جيتك على كلمة وماشي غيرها، والسر ذي من بيننا لا يظهر. أراد السلطان العوالق أن يوضح أن ينبهه ويحذره، وقال له انسي الزينة، لا انسي الزينة بات قاضى مثلها، منه على الناموس ما بي يخسره، وانسي الشينة لا تحانق منها، شوف لا دم يصرب بيده ما ذرى. رد عليه الشاعر اليوبي وقال شعل عايش ذي كلناه يقرع بيننا، وحيشا عليه مغلط ولا سي منكرا، إن كان شي رغبة فقدني عندكم الله، فأنت اليوم من ذنبي برع. هكذا كانوا الأولين يحكموا ويتحاكموا ويتناقشوا بالزوامل. دمتم في رعاية الله، مع تحيات طلحي المنذري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء الأسبوع القادم.